ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. اليوم غنقدمو كيك ديال عيد ميلاد. بلا ما نطول عليكم المقدمة، فهنا على بركة الله كنبدا بأربعة أو خمسة ديال بياض البيض. كنطربهم في الميكسور، يعني في هاد الميكسور بوحدهم، غير بياض البيض وقبيصة ديال الملح. فغادي نخليهم يطربوا مزيان باش نحصل على واحد ديك لاموس بيضة. ومن تما غادي نضيف الصفار ديال البيض. هانتوما كيف ما كتلاحظوا معايا الخلاط، البيض يعني كيتطرب في الخلاط الكهربائي اللي ما كي يعني متوفرش على هذا. نديرو غير الخلاط العادي. لان صراحه هاد الكيك انا كنعتمدو في العيد ميلاد لانه فيه غير البيض والسكر فقط. فغنبقى نضيف واحد يعني كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده. كنبقى نضيفو تدريجيا شويه بشويه باش داك البيض ديالي كيتفاعل كيتضاعف الكميه ديالو. هنا كيف ما كتلاحظوا ضفت السكر كميه صغيره شويه بشويه حتى ساليت الكميه اللي عندي. كيف ما كتلاحظوا من بعد ما تضاعف كميه البيض ديالي. هانتوما كي كتلاحظوا بحال حصلنا على واحد الكريمه. وغادي نبقى نضيف داك الصفار ديال البيض شويه بشويه. هكذا كنحصلوا على الكيك ديالنا ما كتكونش فيه ديك الزفوريه ديال البيض. فكيف ما كتلاحظوا هنايا غادي يزيد يتضاعف البيض، كميه البيض اللي عندنا. من بعد ما كملنا من تطريب البيض، هنا حصلنا على واحد الكمية كتيرة، واللي كيف ما كتلاحظوا بحال الرغوة، يعني بحال الكريمة. هذا كيشبه تقريبا الكيك الكوري، هكا كيكون. وهنايا عندي كاس ديال العنبة ديال الدقيق، اكيد غنكون مغربلاه. وغادي ضروري اننا نستعملوا بحال المعلقه، وما ما عرفتش شو سميتو بالضبط، مشات لي سميتو. المهم غنضيف كميه الدقيق شويه بشويه. عينكم ميزانكم البنات، لان الدقيق كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. فكيف ما كتلاحظوا ما غاديش ندير الدقيق كله، غادي نخلي واحد الربع ديالو. فهنا كيف ما كتلاحظوا ضروري انني نقوم نخلط بهاد الطريقه هذه باش داك البيض ديالنا ما يهبطش لتحت، يعني البيض ديالنا ما يهبطش لتحت، يبقى على نفس الحجم ديالو. فصافي هنا نبقى نضيف البيض شويه بشويه. فهذه هي المقادير او المكونات ديال الكيك ديالنا. ما فيه لا زيت ولا سكر ولا عفوا لا زيت ولا خميره ولا دانون ولا حليب ولا شيء. فقط عندنا غير البيض والدقيق ومليحه والسكر. صافي هادشي اللي عندنا في هذا الكيك ديالنا، وصراحه كيجي هشيش هشيش.
مستحيل انك تجربيه وما يصدقش لك الا في حاله كنصحك في الفرن. الفرن خاصك تكوني نقصتي عليه بزاف، نقصتي عليه بزاف من الفوق ومن التحت، ويكون ديجا مسخناه، وتخليه يطيب على راحته، وتبعدي اللاطه ديال الكيك تهبطيها على، يعني ما تخليهاش من النار الفوق، تحطيها في الوسط، فهمتي؟ باش وتسدي عليه وتخليه تقريبا 45 دقيقة. هذا هو السر ديال هذا الكيك الكوري وديال العيد ميلاد والحفلات، هذا هو سر نجاح ديالو. هنا كيف ما لاحظتوا بلي انا ما كملتش، يعني الكاس ديالي ديال العنبه ما كملتوش، هذاك الشيء غادي نرجعو بلاصتو. هنا على حسب الذوق، اللي بغات دير فانيلا ديرها، سينون اللي ما تعجبهاش بلاش. فانا خليتها حتى الاخير وضفتها. هنا كيف ما كتلاحظوا جبت اللاطه او الاناء ديال اللي غنحط فيه الكيك، دهنته بشويه ديال الزيت والدقيق. البنات، بالنسبه لهذا المول هذا من احسن ديري ورق الزبده. انا ما توفرتش عليه، ما لقيتوش او تسالى ليا، فاضطريت انني ندير هكا، ولكن حبذا ومن احسن انني كنصحكم ديروا ورق الزبده، عاد ديروا الخليط ديالكم في هذا المول، لانه بعض الاحيان كيلصق لك في التحت. من احسن انك ديري ورق الزبده، باش هكا يعني دغيا كتخرجي الكيك ديالك وما تبقايش يعني لا يلصق ليك ولا شي حاجه. صراحه هذا المول زوين. هنا كيف ما كتلاحظوا من بعد دخلت الكيك ديالي الفرن، كيف ما كتلاحظوا خصو ضروري يكون بعيد على النار. هنا من بعد ما طاب الكيك قطعته على 3 قطع. ودابا غادي نمروا لفقرة التزيين. البنات، بالنسبة للاكريم درت لاكريم هولالا اللي كلكم كتعرفوها، واللي صراحة هذه درتها يعني تزيين الكيك. لتزيين الكيك ضروري انك تستعني بهاد لاكريم. من احسن انك قبل ما يعني تزيني الكيك ديالك طربي هاد لاكريم قبل بليله. من احسن تحطيها في الثلاجه باش تولي عاقده وشاده راسها. هذا اللي درت انا في هاد لاكريم هذا، ضفت ليه شويه الشكلاط باش تجي فيه داك لوغو ديال الشكلاط، يعني درت الكريم بالشكلاط في الطبقه الاولى باش نحصل على ديك يعني داك اللوغو ديال الشكلاط. من بعد صاوبت هاد كريم كراميل. اللي بغى المقادير ديالو فنقدر نعطيكم فيديو بوحدو، سينون اللي ما متوفرش فقط ديري تشري ديك دانيت ديال كريم كراميل تستعني به حتى هو. فصافي هنا ضفت الطبقه الثانيه، وكان نسقيها بالحليب منسم بالقهوه او الفانيلا. من احسن بلا ما ديروا القهوه ديروا غير الفانيلا. وصافي، وكندير لا كريم ديال الطبقه الثانيه. وهنا طبعا غادي نضيف الكريم كراميل اللي فيه حبيبات اللوز والكاوكاو مهرمشين، كيجيو الصراحه في لوغو زوين.
واصلا البنت اللي يعني صديقه ديالي اللي غندير ليها هذا الكيك كيعجبها الكريم كراميل، داكشي علاش درتو ليها. وصافي هنا كندير الطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه لنفس الشيء غادي ندهنها نسقيها بالحليب الموسم بالفانيلا، ثم غادي نضيف الكريمه من الفوق وغندخلها الثلاجه. البنات بالنسبه للكيك ديال لا كريم ضروري اننا ندخلوه للثلاجه، يعني كاع الفريزر الفوق، باش كي داك لا كريم كتشد راسها. باش تلا بغيتي تزينيها ولا شي حاجه هكا من فوق ما تسيحش ليك. ومن احسن انه الكيك ديال الكراميل ديال الكريمه عفوا ضروري اننا ندخلوه للثلاجه الفوق الفريزر، باش هكا تخدمي في راحتك وكيشد راسو. هنا البنات من بعد ما خرجنا الكيك ديالنا من الفريزر غادي نقوم بالتزيين ديالو بالكريم كراميل. كيف ما قلت لكم اذا بغيتوا الوصفه ندير لكم فيديو فيه 2 دقائق غير بوحدو تقريبا. وكيف ما كتلاحظوا هذا الكريم كراميل صراحه جا واعر. انا كنت صراحه بغيت نشريه ولكن ما لقيتوش، وقلت علاش ما نديروش راسي زعما نديرو غير في الدار. والحمد لله صراحه جا زوين بزاف، ونتمنى انكم تجربوه. وكيف ما قلت لكم اذا كنتوا بغيتوا الوصفه ديال الكريم كراميل انا نصاوبوا لكم في القناه، نحطوا لكم في القناه. كيستاهل التجربه صراحه. غير ما بغيتش نطول عليكم فيديو، كنت غندير لكم ولكن ما بغيتش نطول لانه حتى انا كنت شويه زربانه. فصافي هنا غنقوم بالتزيين ديالو. بالنسبه للتزيين كل واحد وطريقه التزيين ديالو والشكل اللي كيبغي زعما حرين، ولكن انا استعنت بهذه الطريقه. هنا كيف ما كتلاحظوا داك رقائق الشكلاط صاوبتو غير في الدار. كذلك اذا كنتو بغيتو الطريقه ديالو نشاركها معكم في القناه. وهنا مشاهدينا الكرام حصلنا على الكيك ديالنا، نتمنى انه ينال اعجابكم اللي صراحه جا لذيذ وشكروه بزاف بزاف بزاف. وهكذا كنقول لكم نهاركم مبروك، نتمنى انه نكون خفيفه على قلوبكم، والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.